معك لبنى سهير في هذه القناة. كنكبروا مع بعض بكلمة بلحظة وبنية صادقة. عارفة بلي يمكن تكوني دابا في واحد المرحلة حاسة براسك ما بقيتيش انتي، ماشي حيت تبدلتي ولكن حيت رجعتي كتفكري في راسك من بعد ما كنتي كتفكري في الجميع وكتعطي من روحك حتى نسيتي شكون انتي. يمكن حتى انتي دابا كتشوفي هذا الفيديو كتقولي بحال الا كتهضر عليا، وانا فعلا كنهضر عليك وكنهضر على كل امرأة بدات كتفيق وكتحاول ترجع لعند ذاتها شويه بشويه. انتي امرأة واعيه، انتي ماشي صعيبه، انتي فقط ما بقيتيش كترضي بالقليل، ما بقيتيش تبع العاطفه لدرجه الهوس، وما بقيتيش كتبغي اللي ما كيسمعكش، ما بقيتيش كتعطي بلا حدود. انا اليوم هنا باش نكون صوت قريب ليك، باش نقول لك انا كنحس بك، كنفهم شنو اللي كدوزي منه، وبغيت نشارك معك هذه الرحله، ماشي باش نقولك شنو خاصك ديري، ولكن باش تكوني انتي وتسمعي لصوتك. انتي ماشي قليله، انتي كنز. مجرد انك بغيتي تفهمي راسك هذه بدايه الشفاء، بدايه رجوعك للمراه اللي كتمشي هازه راسها وما كتسكتش على الالم باش ترضي الناس الاخرين. خليني نكون صريحه معك، ماشي كل علاقه دخلناها كنا واعيين بها. بزاف ديال المرات كندخلوا العلاقات من الجوع اللي فينا قديم. الجوع لياش؟ الجوع للحب حبيبتي، الرجوع للاهتمام، الجوع لشي حد يعنقنا. سمعتيني مزيان؟ باش كنقول يعنقنا كنقصد حضن اب، ام، اخ، اخت. كاين اللي كبر في الخوف ما عمره ما تعنق، حتى من اقرب الناس ليه، خصوصا في المجتمع العربي اللي كبر في الخوف والكبت والعيب والحشومه. وماشي عيب حبيبتي، راه كل وحده فينا عندها طفله بالداخل ديالها بقات تتقلب على الامان اللي عمرها لقاته. حتى مع صاحبتك كطيحي في نفس المشكل، ماشي غير في العلاقات العاطفيه. وهذه صاحبتك ولا هذاك الحبيب ما جايينش من المريخ، جاي حتى هو بالجروح ديالو والجوع ديالو لنفس الحاجات، حيت العلاقات كتكون انعكاس لكل حاجه فينا صغيره ولا كبيره. وما كنفكروش واش هذا الشخص قادر يشوفني فعلا، واش طاقته منسجمه مع طاقتي. حس بالفراغ ديالي وانا حسيت بالفراغ ديالو، وقلنا هذا هو الحب، وهو غير تبادل استنزاف. والحقيقه المره هي ان بزاف منا تعلمت تحب ولكن ما تعلمتش تحمي طاقتها. كتهلاي، كتسكتي، كتجاملي، وكل مره كتحسي براسك ماشي بخير، كتقولي ماشي مشكل غيتبدل، ولا انا واقيلا اللي حساسه بزاف، وكتدفني الحدس ديالك. وهذا الحدس راه هو الروح ديالك اللي كانت كتحاول تنبهك انتي ماشي ضعيفه، حيت تحتي انتي انسانه، وهذا الشيء اللي عشتيه راه درس ماشي ذنب. والعلاقات اللي كتمس طاقتنا وكتكون سامه كتعلمنا فين بالضبط فرطنا في راسنا، كتعلمنا نسمعوا الحدس ديالنا، وكتقربنا من نفوسنا اكثر من 1000 محاضره ومن 1000 كتاب. انا وانتي عارفين ان العلاقه ماشي غير حنان وكلام زوين، العلاقه طاقه كتبدلك، يا اما كتغديك يا اما كتمتص منك حتى كتولي عباره على جسد، هيكل بلا روح. ملي كندخلوا علاقه فيها استنزاف كنخسروا بزاف ديال الحوايج بلا ما نحسوا. اول حاجه كنخسروا الثقه ديالنا في نفوسنا، باش كتولي كتسولي راسك واش انا السبب، علاش ما كيحسش معايا بالاكتفاء، علاش ما كيقدرش الوجود ديالي. هنا بديتي كتشكي في ذاتك، والشك كيمرض الروح قبل الجسد. ثاني حاجه كنخسروا صحتنا الطاقيه والجسديه، تولي عايشه في التوتر الدائم، البكاء، الخوف، الانتظار، ديما كتعيني شي حاجه. شنو هي؟ ما عرفت. امل كاذب حبيبتي، سمحي لي هضره قاصحه عارفه، ولكن حتى الوقتاش سولي راسك السؤال، حتى الوقتاش غنبقى نعاين؟ تعلمي بانه عندك
غير اليوم هو اللي دامناه، عيشيه في راحة، في وضوح، في حب، وما تعطي لحتى مخلوق من طاقتك يعيش بها على ظهرك وانتي عايشة ميتة. وهذا الشرخ كيتحول مع الوقت لأعراض جسدية بحال الصداع ولا الشقيقة، أرق، اضطرابات هرمونية، ألم في البطن ولا في الظهر، وزيد. الحاجة الأخيرة اللي كتخسري هي أنه ما كتبقايش مازال تقدري تبغي. فاش كتربطي الحب بالألم كتصعبي على قلبك يفتح من جديد، وكتولي كتخافي تبغي. ولا حتى ملي كيجي شي رجل نيتك معاه زوينة كتولي كتشكي وكتخربي ساعتك بيديك، اللي سميتو التدمير الذاتي. وهذا الشيء ماشي باش نخوفك، ولكن باش تفيقي. راه اللي كتعيشيه اليوم ماشي حكم نهائي، راه فرصة ترجع ليك طاقتك وتفهمي راسك وتبني حدود جديدة من الحب والقيمة الذاتية. حبيبتي، فاش كتخرجي من علاقة كنت كستنزفك كتكوني في حل الأرض من بعد العاصفة، كانوا الموجات ديال الألم والقلق والتضحية الزايدة والنوم العميق بلا راحة، تحسي براسك فارغة مشوشة وكتفكري في كل لحظة فيها واللي ضاع منك واللي كان ممكن يكون. ولكن باش ترجعي طاقتك ماشي حاجة كتجي بالليل أو نهار، راها رحلة وبداية ديال وعي جديد. ولكن كيفاش نبداو؟ كيفاش نرجعوا الروح لراسك ونعملوها بحب واهتمام؟ هادو أفكار غتساعدنا نرجعوا لطاقة الحياة من جديد. أول حاجة مباشرة من بعد الخروج من علاقة استنزافية خاصنا نديروها هي الراحة، ماشي غير الجسد ولكن الروح اللي كانت دايخة مع كل جرح. وخذي وقتك بعدي على الضغوطات. بحالاش هاد الضغوطات؟ كاين اللي كتكون دايره علاقة مع شخص كتعرف المحيط ديالو كيف ما كان. هاد المحيط فاش كنسالي هاد العلاقة وكنخرج منها كنخرج كاع الناس اللي دخلوا في نفس الفترة اللي كيعرفوا العلاقة ولا على صلة بهذاك الشخص. ولا كنتي كتبغي راسك كتضحي بهاديك اللي كتقول ولا اللي كتقول عليها صاحبتك وكتفتح معك الموضوع في الصباح، في العشية، بالليل، وقبل ما تنعس. هذه أول وحدة اللي تدمر لك نفسيتك وتبقى ديما كترجعك لنفس البلاصة، وغتحسي براسك مربوطين لك اليدين والرجلين. هاد طاقتك وهالتك مثال فيها طاقات ناس سامة اللي خرجتيهم غير بفمك. وحاجة أخرى ديرها هي تحتفظي بوقتك لنفسك. أهم حاجة هي تبداي تاخدي وقت خاص بيك، وبداي بأي حاجة كترتاحي فيها، بحال تقراي كتب، تمشي، تقراي قرآن. والفكرة هي أنك تخرجي من الفوضى الداخلية وتسكتي هذاك الصوت ديال عقلك اللي ما كيسكتش، وترجعي لراسك لنفسك. لبسي، كولي، ديري الرياضة، عيشي على قبلك أولا. نصيحة أخرى حبيبتي هي أنك تحداي الأفكار السلبية. كيفاش نتحدى الأفكار السلبية؟ منين كتخرجي من علاقة كنت مدمرة كتجيك أفكار سلبية، أنا ما نقدرش نكون فرحانة، ما كاينش شي حد اللي غيبغيني كيف ما أنا. خليك واعية أن هاد الأفكار ما هي إلا أثر من الماضي طبيعي. ما تقوميش نكتب داك الشي في ورقة ونقطعها ونرجع نكتب العكس تماما، نعلقها في البلاصة اللي مقابلة مع البلاصة اللي كنعس فيها باش غير نفيق أول هضرة تحفر في دماغك وذاك الكلام الزوين اللي كتبتي عليك. آخر نصيحة حبيبتي هي أنك تعلمي كيفاش تعطي لراسك قبل ما تعطي للآخرين، حيث فعلا فاقد الشيء لا يعطيه. ديما كانت المرأة العربية كتكون في خدمة الآخرين. أول حاجة الأسرة، الزوج، الأصدقاء، كل واحد كيحتاج منها شي حاجة، ولكن قليل فاش كانت كتوقف وكتقول أنا شنو محتاجة. ملي كتكوني في مرحلة استرجاع الطاقة كتحتاجي القوة وترجعي ترسمي حياتك من جديد. ماشي عيب انك تطلبي المساعده. النجاح في هادشي كله كيبدا انك تعترفي لراسك انك محتاجه الدعم. واخا تكوني ضحيتي في علاقات هداتك
مستعصم طاقتك وبقيتي كتسولي علاش انا. بغيت نقول لك ماشي ضعف، ماشي صدفه، وماشي عقاب. هادشي كله كان باش توقفي قدام المرايه وتشوفي فراسك بعينين جديده، باش تعرفي شكون انتي في هذه الحياه، باش تفهمي ان الحب الحقيقي كيجيش من برا، كيبدا من اللحظه اللي كتصالحي فيها مع راسك، من اللحظه اللي كتختاري تعيشي بأنوثة راقيه، بطاقه نقيه، بحدود مقدسه. متخافيش، كل علاقه امتصت منك شي حاجه، لا خلات واحد الفراغ عادي. هاد الفراغ غادي يجيو حاجات زوينه يعمروه، وغادي نوصلوا انا وانتي وحده الحياه متوازنه بحب نقي، مفيش الم ولكن فيه سلام. وصلنا للخير ديال الفيديو حبيبتي، تهلاي لي فراسك الى فيديو جديد ان شاء الله.